السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في خضم هذا الطغيان وهذا الظلم الغاشم الذي طال إخواننا في الأرض المقدسة، وهذا البغي الذي نراه، وهذا الخنوع وهذا التواطؤ الذي أصبحنا نراه عيانا، أردت أن أذكر بواحدة وأحذر من أخرى. أذكر بما أخبرنا به سبحانه وتعالى عن حقيقة جبن اليهود، وأحذر مما قد يطال المسلمين من حالة قد تمادت فيهم في غفلة من أمرهم ومن دينهم. أبدأ أولا تذكيرا بقول الله سبحانه وتعالى عن حقيقة جبن بني إسرائيل، فقد قال سبحانه وتعالى في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. في قوله سبحانه وتعالى لداود بعد أن ألان له الحديد، كان داود عليه السلام يغزل بالحديد كما نغزل نحن الملابس بالخيوط، قال له بعدها أن اعمل سابغات وقدر في السرد. ما معنى السابغات؟ السابغ من الشيء هو الذي يتمه ويكمله بكماله وبتمامه، كما قال سبحانه وتعالى أنه أسبغ علينا نعمه، أي من كل النواحي. كذلك قال لداود عليه الصلاة والسلام أن اعمل بهذا الحديد الذي ألانه له، أن اعمل سابغات، أي دروع للقتال وللحرب تغطي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. ثم قال له سبحانه وتعالى أن يعمل سابغات، اسمع، وقدر في السرد. ما معنى قدر في السرد؟ التقدير قدر ها هنا بمعنى ضيق، كما قال سبحانه وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه الأمر. كذلك قال سبحانه وتعالى عن البشر، قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه الرزق. عندما قال له وقدر في السرد، بمعنى السرد هو الشيء المتتالي، وهي الحلق المتتالية حين غزلها، يعني هذه الدروع التي تلبس، قال له ضيق فيها. لماذا؟ كل هذا دافع وتأمين لبني إسرائيل، عساهم يقاتلون في سبيل الله، فكلما كانت الحلق ضيقة كان هذا أحرز أن لا يدخلها لا يعني رمح ولا سيف ولا يطالهم خدش. كل ذلك عساهم يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله. تأويل ذلك كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء عندما قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. عندما قال لتحصنكم في قراءة ليحصنكم، أي داود يعني تخيل نبي يصنع لهم الدروع ويضيق فيها هذه الملابس ليحصنهم من بأسهم. البأس هنا هو الجهاد، هو القتال. فوجد فيهم من جبنهم ما وجد. شاهده أن سليمان عليه الصلاة والسلام ورث داود، فانظر إلى هذا القوم الذي ورثه. لو وجد فيهم مجاهدا عندما كانت له الصافنات الجياد، لما تمنى أن يخرج الله من صلبه 100 فارس يقاتل في سبيل الله، يستشهد في سبيل الله، لأن قومه قد خذلوه بني إسرائيل لشدة جبنهم، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الجن، سخر له الشياطين. شاهده قوله سبحانه وتعالى: كل هذا العلم لنستعمله إخواني. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. ما معنى أن يتمنوا الموت هنا؟ ليس الموت العبثي، لا، بل فتمنوا الجهاد في سبيل الله، ولن يتمنوه أبدا. الجهاد، بني إسرائيل أكبر كلمة تخيفهم الجهاد والقتال. رأوا ما رأوا من عجيب الآيات، نصرة الله سبحانه وتعالى عيانا مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاء الجهاد ووعد الله أنهم غالبون، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. ما نراه اليوم من تفاخرهم هو فقط بالعتاد. سبحان الله، كم يصدق الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقاتل مع الدجال 70,000 يهودي بسيوف محلات.
أي يتفاخرون فقط بالسلاح، أما قلوبهم فخاوية. قال سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مجرد الحياة لا غاية لهم. جاء من حديث ثبت عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس عليهما سلام الله قال: جاءت اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن أمارات حتى وصلوا فقالوا له: نسألك عن أمارة إن أخبرتنا بها بايعناك. قالوا له: إنه ما من نبي إلا وله ملك من السماء ينزل عليه بالخبر، فمن صاحبك؟ قال عليه الصلاة والسلام: جبريل عليه السلام. قالوا: ذاك عدونا يأتينا بالحرب والقتال والعذاب، إنه عدونا. عادوه لأجل هذا، لأنه ينزل بأمر الله أن يقاتلوا، فعادوه لأنه يأمرهم بالقتال. قالوا: لو كان صاحبك ميكائيل الذي ينزل بالرحمة وبالنبات وبالقطر لبايعناك. لذلك نزل قوله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، لأنه يأمرهم بالقتال. أكبر كلمة تخيف اليهودي الحرب، وعجب أنهم اليوم ينادون بالحرب. كل ذلك لسبب آخر فظيع. فقد جاء من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر وراء الشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. كذلك جاء من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. أين بيت الداء؟ قال: ينزع الله مهابتكم من صدور أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الذي شاركناهم فيه حتى تجرأوا علينا. شاركناهم في حب الدنيا، الذين طبعوا معهم لأجل ماذا؟ لأجل رضوان الله سبحانه وتعالى؟ كلا وحاشا، بل لأجل زخرف الحياة الدنيا. وهذا الذي جلب علينا اليوم العار. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى على تخوم بني قريظة أسكت الصحابة ونادى عن اليهود. اسمعوا ماذا سماهم، نادى فيهم: يا إخوان القردة والخنازير. لماذا مسخهم الله قردة وخنازير؟ للعنهم، لأنهم ملاعين، لعنهم الله والملائكة والصالحين، أهل السماء أهل الأرض. طيب، يجري الآن المسلم تلاهفا ليضع يده في يد هذا الملعون لزاما سيصيبه من لعنة الله في الدنيا أو في الآخرة. والعجب أن بني إسرائيل كما حدثتك عن جبنهم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. تخيل من المسلمين اليوم من بني جلدتنا من يطبعون ويبايعونهم لمجل ماذا؟ ليحميه، طمعا أن يحميه اليهودي. والمسلمون في غفلة فرحون بملاعبهم، فرحون برقصة لاعب كأن الله سبحانه وتعالى قد بشرهم برضوان من الجنة. تخيل إن كان بنو إسرائيل اليهود بهذه الدرجة من الجبن. عادوا الأنبياء لأنهم أمروهم بالحرب، اليوم ينادي إلى الحرب. لماذا؟ لأنه رأى الجبن في من بايعوه. لماذا أصلا التطبيع؟ ليحميه، يطبع مع اليهودي هذا الجبان الذي رأيتموه اليوم، مجرد بهرج سلاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بسيوف محلات. مجرد زينة في السيوف في السلاح، أما القلوب فهي منخلعة إخواني، فهي منخلعة. والله لا قلوب لهم، والله لهم جبن خالع يخلع القلوب والصدور. لكن تخيل هذه الدرجة من الجبن أن يلجأ إليهم بنو جلدتنا ليحميه، ذلك أنه أصبح أجبن منه، وما ذلك إلا لتكالبه على الدنيا. أقول شيء، اليوم سمعنا ذلك العجوز الخرف رأس الشيطان قالها بالصريح، قال: سندعمها في حربها، سندعم هذا الكيان اللقيط في حربه، هكذا يتبجح بها. والعجب قال مقالة والله يقشعر لها البدن، اتضح كل شيء، كان واضحا أصلا، لكن الأمة ما زالت في غفلة. قال: لقد اتصلت بحلفائي في المنطقة وأمرتهم أن يمنعوا تدخل أي طرف ثالث. طيب،
من حلفاؤه في المنطقة؟ بنو جلدتنا، عتاده عندهم، هم من كانوا عونا له على ظلم إخواننا. الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مفزع، قال: أمر بعبد أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلا زال يستغيث ويستصرخ حتى خفف عنه جلدة، فجلد بصوت من نار فاشتعل عليه قبره نارا، فلما أفاق قال: فيما جلدتموني؟ قيل: اسمع، ذلك أنك مررت على مظلوم فلم تنصره. كيف اليوم لا ننصر إخواننا؟ بما سنلقى الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني: كيف بمن يتواطأ وراء الستار في العلن أم في الخفاء؟ فضحهم، قال: حلفائي، التحالف. الله ماذا قال؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هؤلاء اليوم يوادون من حاد الله ورسوله، لكن الله ماذا قال؟ قوم يؤمنون. المسألة مسألة إيمان اليوم على المحك مسألة إيمان إخواني، ونحن نرى فزعتهم بالصريح. والله أشياء يندى لها الجبين. أقول بعد هذا الذي سمعناه وبعد هذا الذي نراه، لا ينبغي لمسلم وعربي أن يفاخر بأي إنجاز أبدا. لقد استغفلوكم بجلب كأس العالم. المسلم أخي يفرح بكأس دهاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يفرح بشربة من حوض يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفرح بهذه الترهات يتراقصون مع اللاعبين. والله من العجب، ألمانيا بلاد الشذوذ، بلاد الكفر، ماذا قالت؟ قالت: سنمنع مساعدات غذائية عن الفلسطينيين. ما مقدارها؟ ثلث ثمن شراء ذلك اللاعب الذي رقصهم ورقصوا حوله. ثلث ثمنه هو ما تتصدق به تلك الدولة الفاجرة الشاذة البغية على إخوانك وهم جيران. فبأي إنجاز ستفاخرون؟ أقول للعربي، لأي مسلم، أنت في نظري، خاصة العرب، أنت في نظر العجم مهما تصرفت معهم وشابهتهم وشاركتهم واحتفلت معهم وأدخلتهم سكارى إلى ديار المسلمين وشاركتموهم في أعيادهم وحفلاتهم ورقصتم معهم ورقصوا عليكم، أنت في نظره مجرد أعرابي جلف لا تصلح إلا للتسابق خلف البعران وبارك على بئر نفط لا تستحقه. هذه هي نظرته لك. ثم قالها اليوم هذا النتن، إخوان القردة والخنازير، ماذا قال؟ قال: سأغير خريطة الشرق الأوسط، يعني الدوالي الدائرة عليكم، عينه على مكة، لا مكنه الله ولا أبقاهم بعد اليوم على أرضه. يقول قائل من العامة، الناس اليوم يقولون: وماذا نصنع؟ أولا هناك أمر مخيف جدا، وهذا هو الشطر الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى حذر المسلمين أن يصيبهم حالة كالتي كانت في سالفهم من الأمم بني إسرائيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. التعاطف، تعرف العطف، عندما تقول واو العطف أي هذا يجمع على هذا، أي تجتمع أنت وهو على أمر واحد. عندما يقولون إن فلسطين هي البوصلة وهي محور الأمة وعزها، ها هو عزكم في التراب، بيوت الله دمرت ودنست، سب النبي عليه الصلاة والسلام ودنست الأرض المباركة، عرضنا، أخواتنا، أمهاتنا. كيف تهنأ بطعام وأمك جوعانة هناك؟ كيف تفرح، اسمع، بلعب؟ والله شاهدت في قنوات العرب عادي عند كثير من الناس، منهم من يتأثر، لكن الكثير لم يعد يبالي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ بعد أن قال: في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له بقية الجسد بالسهر والحمى. فالأولا المؤمن، قال: مثل المؤمنين، قلت الإيمان على المحك، فمن كان مؤمن لا يهنأ بشيء أبدا. فكما أنه مثلا لو أن مؤمن منا ضرسه يؤلمه، فهل يرقص؟ هل يصفق؟ هل عضو آخر يشتغل يهنأ بالنوم أو يهنأ بالضحك وبالطعام؟
تجده سهران والحمى. لماذا؟ حتى ينزع، حتى أجد استطبابا أو أجد علاجا للذي يؤلمني. هذا هو الأصل في المؤمن، فارقب إيمانك. يقول القائل الآن: ما العمل؟ رسول الله قال بالحمى والسهر. الحمى هي الحرارة أولا، أي يجب أن يكون في صدرك أولا حرارة. لماذا؟ هذا الشحن الذي من الداخل، لأن الله قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين. عندما قال ويشفي، عندما يشفي الصدر قبل أن يشفيه، كيف كانت حالة المؤمن حتى يشفيه الله؟ أكان لاهيا في الملاعب؟ كان يضحك لا يبالي بإخوانه؟ يجب أن يكون أولا هذه الخطوات. يقولون ماذا سنفعل؟ طيب، نحن أبعدون، هذا الجيل أبعدوه كثيرا. والله حتى كلمة الجهاد لا تكاد تسمعها على المنابر أبدا. حتى الجهاد إخواني مع العدو. تخيل لو الروم اليوم يأتينا، هل نخبر أبناؤنا أن يجاهدوا؟ كيف؟ لم يعودوا يعرفوا كلمة الجهاد أصلا. الإمام يقول جهاد يخاف. حتى في السيرة والله لا يخبرونهم عن سيرة النبي في الجهاد. لماذا كل هذا؟ طمس. طيب، أكبر قوة مكننا منها الله سبحانه وتعالى هي هذه، أن زرع الرعب، ألقى الرعب في قلوب أعدائنا. وهذا هو سنام الإسلام وذروته، والجهاد لا إله إلا الله. هذه غاية المسلمين، هذه غاية كل مؤمن كيس فطن، أن يصطفيه الله ويجتبيه أن يكون من عباده الشهداء. ها هي اليوم بوادره. قلت الحمى هي هذه الحرارة التي يجب أن تسترد أولا في قلوب أبنائنا وإخواننا، وهذه الغفلة يجب أن يستفيقوا منها. أزفت الآزفة، لم يبقى وقت إخواني. الدنيا أزفت وأذنت إلى الرحيل، لم يبقى وقت، وهذه بوادر ما نرى. هذا أولا، لأنه تخيل، هل الله يشفي صدر ويشفي غليل وصدر المؤمن الذي لم يكن أصلا يلقي بالا لما يرى وما يسمع؟ الأمر الثاني ما هو؟ عندما تجد وحر هذه الحمى وهذا السهر على إخوانك، ما معناه؟ ماذا تفعل؟ لا تشارك في شيء من زخرف الدنيا ومن الحياة الطبيعية أبدا، إلا في كسب قوت عيالك مثلا والصلاة وغيرها وما يلزم. أما اللعب وهذه الغفلة توقف عنها، ولا تشارك لا في انتخابات ولا في مهرجانات ولا في شيء من هذا أبدا. والله الذي لا إله غيره سأقول لك كلمة والله سيسألني عنها. إن دخلت إلى صلاة الجمعة وسمعت الإمام يحدث عن غير هذه المحنة التي يلقاها إخواننا وبيوت الله، فلا تسمعه. صلي لكن لا تلقي له لا أذنا ولا قلبا، لا تسمعه. لأن الله سبحانه وتعالى إخواني في كل أوان هناك عبادة هي الأولى. مثلا في رمضان لو أن إنسان أبى أن يصوم واختار أن يتصدق وهو سليم، يقول لا أصوم سأتصدق، لا يقبل الله منه. أوان الصيام الآن. لو أنه آن أوان الصلاة وغفل عنها عبد عمدا حتى تخرج وقال سأقرأ القرآن، لا يقبل منه أوان الصلاة. كذلك اليوم أوان الفزعة، أوان هذا الغوث. فلا تحدثني على المنابر، لا تحدثني عن الأخلاق والنظافة، نظافة الشوارع، لا تحدثني عن شيء. الفزعة، الغوث. قلت هذا الدرس لماذا؟ تعجبت من اليهودي الذي يقول الحرب، وأنا أعلم من طباع اليهودي أنه ينخلع قلبه من هذه الكلمة. فاليوم قلت بعد هذا الزخم وبعد ما تشحن صدوركم بما تجدونه منهم، لا تلقي بالا لشيء في حياتك إلا أخبر أبنائك إخوانك. والله عجب، منذ أيام في عيد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، احتفل المبتدعون بعيد مولده وهو عيد وفاته، أقره الشيطان لهم فتابعوه. لكن تجد زخما في الشوارع، في الزقاق، في البيوت، في المساجد، تجد زخما وحرصا على هذه البدعة، المولد النبوي والشموع والطعام، زخم الناس جميعا، رائحة البخور والشموع منتشرة. طيب أين هذا الزخم في أمر جلل؟ الذين يزعمون حب النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه به، أي بالغزو، مات على شعبة من النفاق. والله لا ينفعك لا ملك ولا ولي أمر ولا رئيس ولا ولي، لا ينفعك أحد. انظر إلى العاقبة، انظر إلى التحذير. أنت يا عمي على المحك. قال الله سبحانه وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم.
الله سبحانه وتعالى قلت لك بمجرد شغفك وأن تحمل الهم مع إخوانك قد ينصرك الله سبحانه وتعالى بأن يشفي صدرك، أو إحدى الحسنيين إن اصطفاك الله لها. الذين يصرخون منذ أعوام ننتظر المهدي والمهدي. طيب عندما يأتي المهدي بماذا سيأمرك؟ هل سيأمرك بأن تعمل إعجاب في الشبكات؟ المهدي يأمرك بالملاحم، الموت، القتل، الجهاد، هذا هو. ووالله ما تجرأ هذا النجس إخوان القردة والخنازير علينا إلا بعد أن وجدوا الود، وجدوا التلهف خلفهم من أبناء جلدتنا الذين يلهثون معهم على الدنيا. لذلك ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا نحن عياذا بالله الوهن، هذا الوهن الذي نراه. فلو أخبرتموهم إخوان القردة والخنازير بأنكم مستعدون للحرب، والله سترون انقلابا 180 درجة. لا تخاطبوهم بأنكم تريدون سلام وحصار وارفعوا عنهم، وعندما يقولون ارفعوا الحصار منعوا عنهم الماء والطعام والشراب. طيب عندما يقولون الحصار من حصرهم؟ مصر، بنو جلدتنا، ويفاخرون بأنهم مثلا بنوا متحفا وسيبايعونه في المرحلة القادمة. أي عار، لا تفتخر بشيء، لم تنجز شيء. أمك وأختك وبنتك التي هي بنتي وأختي وأمي تحت الأنقاض، وأمنا عطشة هنالك وأبناؤنا أشلاء، فتفتخر بطريق وتفتخر ببناية. يا ذا العار، لا تفتخر بشيء، لا تفرح بشيء. سيقول قائل ماذا نفعل بعد هذا الزخم الذي في القلوب؟ طيب بعد هذا الزخم عندما تجد وحره سيدفعك قلبك كما ضرسك إلى إيجاد العلاج، وتعرف الأسباب بها سوس. حينها ستعرف عوائق وستعرف معوقين وتعرف موانع منعتك من نصرة إخوانك. حينها تعلم أن الذين منعوك قال لهم ذلك رأس الشيطان حلفاؤنا. عندما تعلم أن حلفاءه هم الذين حاصروا إخوانك، وتعلم أنهم هم الذين منعوك من نصرتهم، يحولون بينك وبين عدو الله سبحانه وتعالى، ها هنا يخافون على مناصبهم كخوفك أنت من النار. رأيت المؤمن الذي يحب أن يزحزح عن النار؟ هؤلاء إخواني والله يحبون الدنيا كما تحب أنت الجنة. أبعدهم الله عن سعي وعن كسب للدار الآخرة كما تخشى أنت النار، يخشون هم أن يزاحوا من أماكنهم. فإذا رأوا هذه الحرارة، هم سموه إخواننا سموه طوفان الأقصى، فليكن هذا الطوفان بما استطعت أخي، ثر أخي بما استطعت. سيعلمون، لكن الكلمة التي تكون ما هي؟ الحرب. أرادوها حربا، إذن الحرب. لا تنادوا بشيء، افتحوا الحدود نريد الحرب. والله بمجرد سماعها والله سترون انقلابا لن تصدقوا. هؤلاء كانوا يدعون الحرب، الله أصدق القائلين أخبرنا عن حقيقتهم. إخواني اليهودي حتى يقاتل منذ أيام، حتى يذهب للقتال، يحمسونه بمعازف الشيطان. أنت تسمع قول الله سبحانه وتعالى يقول لك سألقي في قلوبهم الرعب، ويقول لك إن حزب الله هم الغالبون. انظر الفرق أخي، انظر الفرق. في الأخير أقول إن وعد الله حق، وإن وعد الله قائم وكائن لا محالة، لكن أين أنت منه؟ نصرة أو خذلانا، غفلة أو صحوة، بصيرة أو عمى. الذين يتمنون مثلا نصرة الأقصى وحماية الأقصى، والأقصى هو بوصلتنا، وهو بنو إسرائيل كانوا قد سألوا نبي لهم من بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اسمع ماذا قالوا، فقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ كذلك اليوم ها هي آنت، الأقصى بوصلتنا، طيب ها هي البوصلة اليوم، لا تحرفوها إلى أي شيء، لا تشارك في شيء إلا في هذا الحديث حتى يرفع الغبن عن إخوانك أخي. الأصل ألا تهنأ لا بطعام ولا بنوم ولا بشيء. أقول في الأخير هبوا لنصرة إخوانكم بكل شيء،
بالعتاد، بالطعام، بالماء، بالهتاف، بالجهاد، بما استطعتم إخواني. فوالله عندما يسمع هؤلاء المعوقين أنكم تريدون الحرب ثم والله يخافون على مناصبهم، وسترى التحالف والتعري والتجلي للحقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا نصرا مؤزرا. أسأله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين لهم وللمسلمين ولكل قلب مؤمن متشوق لرضوان الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم ويلقي في قلوبهم الرعب. والله إخواني ما الحياة الدنيا إلا صبر ساعة أو شرف شهادة. اسألوا الله إحدى الحسنيين في صلاتكم، في سجودكم، في قياما على جنوبكم، في كل وقت اسألوا الله سبحانه وتعالى لإخوانكم، وليكن هذا شغلكم الشاغل حتى يرفع الله غبنهم. اليوم يخططون لأن يرسلوهم إلى الصحراء في مصر، وهذه اللي يسمونها صفقة القرن. يظنون أنه قد آن أوانها، لكن اقلبوها عليهم جحيما. انصروا إخوانكم، لا ترضوا بأي شيء، كونوا على يقظة من أمركم، انشروا، شاركوا، ادعوا إخوانكم، ليكن هذا حديثكم. واسألوا الله سبحانه وتعالى في قيام الليل في أوقاتكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا هذا الغبن. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل خانع ومن كل مانع لنصرة إخواننا. اللهم إنا نبرأ إليك وعليك بهم لكل من منعنا. اللهم عليك بهم. اللهم انصر إخواننا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ارفع رايتك، راية لا إله إلا الله، وهدم أعداءك أعداء الدين. لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.